رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيوفنا المميزين ونستكمل حلقة الهيل الأصايل. هذه الحلقة المميزة بمهرجان الظفرة. اسمحوا لي اني ارحب بالاخ العزيز والمبدع دائما عبد العزيز بن محمد القحطاني، وكيل عزبة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. يا مرحبا. الله يحييك يا الله حسين. يا يسلمك. مرحبا وسهلا. الله يحفظك. بنرد على الناموس المميز اليوم، بنرد عليك. الله يعمرك الشيخ. ايضا الترحيب يتواصل بالشاب المبدع ونجم المزاينات، خلوني اطلق عليه، ساري سيف المزروعي. يستاهل الطيب. ساري سيف المزروعي وكيل عزبة الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان النهيان. يا مرحبا يا ابو. الله يرحب بك على فضل طول عمرك يا حسين. والناموس تستحق خير وناخذ علوم يا سليم تستاهلون. لكن يهمني ايضا اني ارحب ترحيب خاص جدا بعملاق الشعر في الخليج، و شو بنقول عليه الحين يا الشعراء ولا يعني نجم سهرتنا اليوم. نجم سهرتنا فعلا يستاهل، شاعرنا المبدع والكبير الشاعر سعد بن جدلان الأكلبي. يا مرحبا يا ابو محمد. الله يهديكم. شرفتنا. والله لنا الشرف. مرحبا يا ابو محمد. مرحبا. الترحيب يتواصل ايضا بنجم شاعر المليون، شاعر المبدع واللي دائما يتواجد معنا في مهرجاناتنا ويشاركنا افراحنا، الشاعر علي بن نايف الغامدي. يا مرحبا يا علي. الله يبقيك يا ابو علي، وانا سعيد بحضوري معكم اليوم وبحضوري مع الاستاذ ابو محمد. الله يطول اعماركم وابرك الساعات ان شاء الله. شرفتونا ويا مرحبا بكم جميعا. عبد العزيز يا مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. الناموس يا ابو محمد. مساك خير. الله يطول عمرك يا ابو خويت. طبعا اليوم عزبة الامارات حققت انجاز وله غريب عليها. الله يطول عمرك. افعال ومكيده وبينونه يتراكتن ما شاء الله الثلاث في اقوى الاشواط. نعم. شوط اجمل حايل. اجمل حايل. نعم صحيح. نقول لك الناموس. مساك خير. الله يطول عمرك. وين تهدي السلامات وهذا والله هذا طال عمرك ناموس الجميع، والحمد لله اليوم توفقنا ثلاث مركز الاولى. امس حاولنا قلت لك وخذنا اول ثاني ورابع، واليوم الحمد لله توفقنا في ثلاث مراكز اولى. هاترك الله. اي نعم الحمد لله. توفيق من الله طال عمرك. والسلامات والنواميس طبعا لها للشيوخ الله يطول اعمارهم، داعمين التراث وداعمين هالحلال. يستاهلون. نعم. والجماهير المزاين بشكل عام وجماهير العزبه ولكم الحاضرين من الشعار. الله يطول. نرحب طبعا ابو محمد واخويه ابرك الساعات اللي لاقيناهم الليله. يبارك فيك. نومس الشيخ خليفه بن سلطان بن حمدان على الفوز، ونومس ابو سيف يستاهلون. تخبرنا عن سلاله مكيده. والله مكيده حاصل على المركز الاول. والله مكيده غنيه عن التعريف، لها انجازات، لها تقريبا فوق 16 سياره. وحاصل العام على المركز الاول في الشوط المفتوح في الظفره، وحاصله طال عمرك على اعلى نسبه في مهرجان سويحان اللي هي شوط المقاسات. نعم. سلالتها ابوها سراب الشيبه وامها بنت مصيحان. نعم. وتفوز من هي جذاع البكره، بكره معروفه. وافعال الخليج. افعال الخليج طال عمرك ابوها جبار بن هياي المملوك الشيخ محمد بن مطي، وامها بنت غثيوان، وحاصله على رمز اجمل ناقه على التوالي سنتين، ولها تقريبا فوق 18 سياره مشاركتها الليله. وفي قطار فايزه وفي الظفره فايزه وفي سويحان فايزه. طبعا بينونه نوضح للمشاهدين. نعم. بينونه اللي هي العيطموس سابقا. البينونه اللي هي عيطموس واللي هي كانت اسمها الزباره. كانت اسمها والناقه هذه كانت ملك الشيخ جاسم عبد الرحمن، طالعه من السيد مبارك بن هلال العامري. ابوها ولد صوغان وامها بنت شاهين، عفوا امها بنت مصيحان. رصيدها؟ والله رصيدها طال عمرك يقارب 9 سيارات، وقد اخذت الاول واخذت الثاني، وفي سن مكيده. العام ماخذ الثاني في قطر وماخذ الثاني في الظفره. نعم. ونحن ايضا نستغل الفرصه ونوجه الناموس ايضا وسلامات لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رئيس الدوله الله يطول عمره. ابو هزاع داعم التراث ورجل التراث الاول في ايضا التكريم الاخير اللي يستاهل. ابو هزاع الله يحفظه ويطول عمره. اكيد الناموس هذا سمو الشيخ سلطان بن زايد وانجاله. نعم. سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان، سمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان. الله يطول اعمارهم. ويعلى ناموس دائما. خير. الله يطول عمرك ويسلمك. ابو ساري. نعم. الناموس يستحق خير ويعلى دائما ان شاء الله. واليوم انتم متنومسين ما شاء الله في شوطين، ناقه الشيخ وناقتكم وكلهن تحت عنايتكم ما شاء الله. نعم. نعم. تهدي السلامات والناموس. تهدي السلامات والناموس للمعازيب والشيوخ والجمهور العزبه. لو تخبرنا كيف كانت اليوم المنافسه؟ والله اليوم كانت منافسه قويه في شوط الشيوخ وفي شوط كنت طبعا متوتر في الشوط هذا وفي الشوط هذا كلها. نعم. في شوط الشيوخ عندنا مشيحه للشيخ خليفه بن سلطان بن حمدان. نعم. فازت بنسبه 98. نعم. وثاني اخذتها. والثاني المركز الثاني. نعم. في نفس الشوط. في نفس الشوط. اي نعم. كلهن
الشيخ خليفه نعم بن سلطان. والشيخ مبارك ايضا. الشيخ مبارك، الشيخ مبارك نعم. بن سلطان نوجه له التحيه ايضا. والناقه ناقه كم؟ الحرصه. والناقه الحرصه الوالد ساري بن بلوش المزروعي طبعا فازت في عاد شوط. اسمح لي ولو بقطع كلامك، لابد ان نقول هذه الكلمه وعلى الهواء، نوجه تحيه لابوك الله يحفظه، يستاهل. وبالذات الحرصه لانها صاحبه انجازات يستاهل. مميزه يعني. نعم. ففعلا كان شوط مميز وناموسه غير. اي والله. وتم عزلها اليوم اظني. لا مشيحه اللي تم عزلها. نزلت للشيخ خليفه بن سلطان. ليش تم عزلها الناقه هاي؟ عزلها انه نفتح مجال للبوش الثاني. نعم. ونحولها على الانتاج. نعم. عندنا زمول زينه ما قصر معالي الشيخ سلطان بن حمدان النهيان. يطول عمره. نعم ماخذين بعيد ولد الوافي، ونفتح المجال بعد وللانتاج. نعم. وشواط الانتاج بعد اكثر ارغبه شواط التلاد. نعم، وهذه هي اهداف شيوخنا يوم دعموا اشواط التلاد وفتحوا اشواط التلاد. اليوم حتى الملاك اهتموا في حلالهم، حتى الناقه الزينه اللي تزاين عندهم يحولونها للانتاج للمشاركه في اشواط التلاد. الله يطول اعمارهم. امين. ويخليهم ذخر لنا. نحن بنرد ايضا على الانجازات وهالنواميس، لكن عندنا امسيه وايضا وسهره خاصه، ونحن متعمدين بعد نحتفظكم لنهايه الحلقه لان الانجاز مميز وايضا ضيوف مميزين وشعراء مميزين. نبتدي عندك يا ابو محمد. شو بتهدينا؟ والله بديكم قصيده في البل واحنا في جو البل وفي وقته. شو تقول؟ يا مهاوي تلقم الوانت حواره، انت اللي راعي البل يهاويها، يدفع الفارس على مثل بشاره ويترشد وين اهلها ويغزيها، زين على ربوحة عقب مسفاره، تسفه المصغر تلزام حاشيها، والطويله بينهم تقول جماره، هذه تنقزها وهذه ترغيها. سلام. سامحيني يوم دنياي زماره، دار صبحها ودار النمسيها، كل براقة السجين مخباره والخسائر فيت ما عندنا فيها، بس ما بقي معي كود نظاره طيحت وحيته مع راويه. صح الله لسانك يا ابو محمد. رضي الله لسانك. علي بن نايف. السلام يا ابو علي. شو بتهدي مشاهدينا؟ انا بهدي وبطلب طلب، انا بطلب منك ابيات نسمعها يا ابو علي، وبسمعكم قصيده اهداء لسمو الشيخ سلطان بن زايد ابو هزاع وبارك له في النواميس. يستاهل ابو هزاع. وهو دائم ابو هزاع علومه غانمه جعله يسلم وياه. يستاهل. يقول ما يشرح الخاطر ولا يفرح العين، ويخلي الشاعر على كيفه الا وقوفه عن طلق الحقاقين، راعي المواقف والفعوله الشريفه. سلطان بن زايد سليل السلاطين، الفارس اللي ما ثنى الوقت سيفه. سلطان رمز الجود في العسر واللين، غيث الضوامي من ربيعه الصيفه، اللي فتح قلبه الكل الميامين، قدام يفتح للطراقيه مضيفه. النادر اللي لا غدا العلم علمين، ما قال صعبات المواقف كليفه. الطيب عن كل الرجال المسمين، خذاه كله ما رضى بالنصيفه، يطلع طلوع سهيل ويبين راعي شداد اللي ينومسه رديفه. والناس فيها طيب من حين لحين على غراره للفعوله الشريفه، لكن ابو هزاع يفرق بثنتين، يثقل وقفاته نفسها خفيفه. ذكر الحياه يجعلها للارض، لكن ابو هزاع يفرق بثنتين، يثقل وقفاته نفسها خفيفه. ذكر الحياه يجعلها على الارض حيين، نكتب يا شاعر وانشر يا صحيفه. نشكر ونذكر موقفك يا احمر العين، ونحفظ وفا من عزداره وضيفه، وصادق محبتكم ونفاخر بها لين نبلغ بها شم الجبال المنيفه، ونطلب قليل الملك والردد امين. يرحمك يا زايد ويشفي خليفه. ابدعت والشيخ سلطان يستاهل ابو هزاع. ولا يفوتني اطلب الابيات اللي سمعتها من ابو علي اليوم في بينونه، فرصه ان نسمعها ونستمتع ونسمعونها. وانا محضرنا جوك، لكن فعلا يستاهل هذه الابيات. طبعا انا عديتها في مسابقه السيارات القديمه في مهرجان الشيخ زايد تراثي الشيخ سلطان بن حمدان، ويستاهل الشيخ سلطان ما انه حاضر ايضا وكيل عزبه الشيخ خليفه. طبعا الشيخ سلطان بن حمدان من الناس الداعمين للتراث، يعني يوم يشتري الشيخ سلطان تحددوا مشترى مبروكان وغيره ومشترياته كلها هي دعم للتراث والموروث ودعم له الحلال. هو غني، نعم هو غني عن هذا كله، لكن نعم لكنه دعم، هو فعلا داعم ومميز، وكان ايضا على راس اللجنه المنظمه في مهرجان الشيخ زايد. وفي ابيات ايضا سمعكم يقول في مهرجان الشيخ زايد علامات. هلا
تجمع تراث وتجمع أهل العوايد. قاموا عليه رجال فزعة ووقفات مهمهم جمع الذهب والفوائد. الفائدة رفعت تراث الإمارات. قاموا عليه الشيوخ والطيب كايد، إلا على اللي ما يحسب المسافات ولا يحسب حساب عسر وشدايد. سلطان بن حمدان وعنيه بالذات اللي تسابق له جزائر القصايد. يستاهل. سلطان بن حمدان وعنيه بالذات اللي تسابق له جزال القصايد. يا مرحبا مليون يا فخر الابيات اللي جمعت المرجله والفرايد. انا اشهد انك دايم للصعيبات مقدام وصروف الزمن لك شهايد. يلي لك بكل الميادين جولات لين صرت بقمه المجد رايد. يا معرب الجدين اسمه بطولات اللي باسماء الفخر لك بدايد. ما هي غريبه كل شيء له اثبات دام الخطا تمشي على نهج زايد. صح الله يستاهل الشيخ سلطان علي الشيخ سلطان بن حمدان هذا الدعم المميز. وانا والله ما عديت القصيده الا من دعم نشوفه ومن مواقف نعرفه وحضرنا عليه ونشوفه ويستاهل. برد عليك ابو محمد ونبغي قصيده انا بطلبها شخصيا والطلب ترى جاي من ابو محمد بس برد عليك عشان اعرفها بس. نعم عشان احفظها ان شاء الله. بتعرفها لا بتعرفها انا متاكد انك حافظها ان شاء الله. ابو محمد نحب نتخبره عن هوايل اليوم الناموس. طبعا هوايل المملوكه لسعاده محمد تستحق خير بن عايض القحطاني اللي حصلت على المركز الثاني. نعم. اليوم لاحظنا شيء ابو محمد في اشواط الحول اكثرها الرباعيات اللي تقدمت. والله صحيح سليم. نعم شو تخبرنا عن الشوط وعن والله الجيل الصاعد اللي نعم لا يفوتني نومس الوالد سعد محمد بن عايض على فوز هوايل والرابع مسلم وعلي ومنصور والرابع. والحمد لله شو اسمه بخصوص شوط الحول والله نحن نشكر اللجنه. الحول سليم شوط يجمع حلال يعني كل سنه تطلع عندك ثنايا رباعيات والرباعيات هذه فيها زين وكانوا ياخذون اشواط. فاللجنه الله يطول اعمارهم وركزوا على الشباب وهذا شيء طيب. التجديد في المزاين طيب يعني الناقه مهما كان فيها زين السن له دور. اللي يدخلن كلهم فيهن زين وفيهن مطايا ماخذات رموز وسيارات 15 و12 لكن السن له دور. يعني ناقه تاخذ 4 سنين كم تشارك الناقه 4 5 6 سنين عقبها لازم يطلع ثنايا يطلع الشباب فيه زين. وطبعا لازم انك تلاحظ تراعي النقطه هذه. فاللي شفناها والله حلال قوي. الرباعيات اغلبها فازن اليوم وفيه مطايا بعد مش رباعيات كبار في السن وفازن والمزاين زين سواء كبيره او صغيره لكن هذه الرباعيات بعد فيهن زين قوي ولا ينظلم اخذن حقهم. وهذه صراحه نقطه يشكرون عليها. طبعا هوايل سلالتها والله هوايل طال عمرك سلالتها ابوها شاهين صبيح المملوكه راشد بن نص حاليا وامها بنت شاهين الكليلي. والبكره هذه مشرايها من عمان بالاصل ونحن شارينها من عند راشد بالكوش العامري والنومس له يستاهل ابو سعيد. نعم هذه ناقته وناموسه ما يحتاج. ابو محمد اليوم مريت انا المغرب واشوف الاضاءه واشوف البوابات واشوف التزيين وصور الشيخ زايد الله يرحمه ايضا من مدخل العزبه والترتيب الطيب. ابغاك تعطي نبذه عن العزبه هذه والضيافه والمشاهدين. والله الحمد لله المخيم عزبه الامارات عزبه الجميع كالعاده مثل العام اول العام. المخيم المضيف شغال 24 ساعه وسكن خاص للضيوف وفعاليه تراثيه شفتها حسين طبعا نعم. بعينك لكن نحن نشرح للمشاهدين وعياله حربيه ونعم الحمد لله مضيف وقصيد ونبغيكم ناقصه بس حضور. الحين في طلب كبير نعم. سليم في طلب كبير من المشاهدين يبغون نسوي تقرير في عزبه الامارات. والله مرحبا هذه عزبتكم ان شاء الله بنلف وان شاء الله انكم تشرفونا. نحن صراحه نشكرك يا ابو محمد. انا من ايام مزاينه النخبه من شهر 9 ونحن نية الظفره وعبد العزيز القحطاني كل ما يجينا الظفر انه متواجد وقايم على هذا المخيم. طول عمرك والله ما سوينا شيء هذا دعم الشيوخ الله يطول عمرهم. توجيهات موزعه ما يحتاج هاي توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد الله يطول عمره بالمضيف والمخيم سنويا للضيوف والعزبه وضيوف المهرجان والمخيم جزء من المهرجان. دائما نحن طرينا هوايل نبغى نطري بس موضوع ان هوايل طبعا ابوها شاهين صبيح المملوك الراشد بن النص مثل ما قال عبد العزيز نعم. اللي انتقلت ملكيته من صبيح من سلطنه عمان الى راشد بن النص 1,000,004 وشاهين صبيح بيض الله وجهه راشد بن النص اللي
ما يرد حد، كل من يبغى ينوخ قال له يا مرحبا البعير بعيرك. وشاهين صبيح منتج طبعا هوايل بنته، شرط بكرة بن صقر بنته، ايضا حواره مشرايه من عند كرامه بن صلاح وشاريها علي بن سالم بن هياي المنصوري ب 600 بنته. وكثير من انتاجه طبعا ينافس في المزاينات. ونوجه تحيه لراشد بن علي بن النص، وايضا النومس العبد العزيز مره. مساء الخير. توضيح ابو خيث، البكره اللي شاريها علي بن هياي من عند كرامه ابوها مش شاهين مسويه، ابوها شاهين موجود في عمان. البعير له تقريبا حول 10 بكار، منها بكره عند الشيخ خليفه بن سيف فايز العام في الظفره، ومنها شرط، ومنها بكره كانت عند بنيري وماخذه سياره حواره تذكرها قبل 2 سنين، وبكره كانت عند حميد المعولي بعد مشريه بقيمه قويه. منها هوايل، والله منها حلال كثير، منها حلال كثير في الامارات وفي قطر. وبعير منتج وراعي يستاهل الثناء والشكر صراحه. وانتج ركض بعد. والبعير مسبل من اول الموسم لاخره، ومنزله الحين في المزاين. كل سنه راشد بن النص يجيب زمونه ويحطهم في المزاين. كفو كفو له غريب على راشد بن النص واخوانه. نعم. بوساري، وين توجهكم ان شاء الله في الاشواط الجايه؟ والله ان شاء الله عندنا مشاركه في شوط الايذاء وشوط اللقايه والحقائق والمفرط. البارحه تذكر شو قلت لي هنا في الاستديو؟ نعم اذكر. شو قلت؟ قلت لك ان شاء الله اليوم نكون متواجد. ونشكرك انك وفيت ونومست وايضا حضرت معنا. نعم. نقول ان شاء الله بنلقاك مره ثانيه. باذن الله. باذن الله. ان شاء الله هو بخايزين عنكم لين نخلص المهرجان. الله يعوضك الله يعوضك. ونحن نبغاك توجه ايضا تحيه خاصه لابوك ساري بلوش. يستاهل في ذمتي ابو سيف على اهتمامه وتواجده. انا جيت العزبه واشوف في الشغل وشفت الامور كلها والترتيبات، يعني بامانه يستاهل الشكر على الهواء. ما يستاهل. برد عليكم بس نبغى اسال سؤال قبل القصيده. ابو محمد، شفت المهرجان السنه والعام انت زرتنا. اي نعم. شو رايك السنه؟ شو متغير فيه؟ والله كل ما له هو احسن. كل ما له احسن. شفت التنظيم؟ والله التنظيم مشرف والبوش مشرف بعد اللي دخل فيه. وان شاء الله نشوفك مشارك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يا مرحبا يا ابو محمد. الله الحين عاد في طلب. عندنا المخرج قال يبغي غزل. عليه الشحن عليه الشحن. يا صباح الخير يا طلة الصبح السعيد، جل شان اللي مصورك عما يا صفون، أنت نبذت معشر الإنس والشيء الفريد. ليش ما أدري، بس لله في خلقه شؤون. يا صباب الذوق الألباب وصايا النشيد، يا القبال السمح والخاطر الرحب المليون، يا ذهب قارون يا ملك هارون الرشيد، بل لقى أغناه السابقون. تدري انك ضبط العولمه بحث جديد، علم هدي في الانامط وقراء العيون. لا اله الا الله. علم هدي في الانامط وقراء العيون. تدري انك ضبط العولمه بحث جديد، علم هدي في الانامط وقراء العيون. كان كل اللي فعلته من اجلك ما يفيد، ولنا لله اليه راجعون. كان كل اللي فعلته فيك ما يفيد، من اجلك ما يفيد، إنا لله ولنا لله اليه راجعون. صح الله لسانك يا ابو محمد. ترى صح الله لسانك يستاهل. ترى الطلب بعد موصول لك. ابشر يا ابو نايف. غزل والله شوف اللي يقصد بعد ابو محمد جعله يسلم، يعني الوضع متعب، لكن عاد تقبلوا اللي يجي منه. لكم خير وبركه. يقول يم الحلا لدي النظره علشاني، القلب تثر عليه عيونك الخدره، يا سحر عين الموحش لا تبلاني، واللي يداريك في سلم الغرام ادره، ساعة نجيت بجروح الروح ممداني، الا ونغرق بليل ضاوينا بدره، لبحرت سخرت في توصيفك لساني، وانا اعطيه الزين حقه وحفظ قدره، يعود كادي وكمبودي وريحاني، يظل روض تشابك طلحها وسدره، مفروض لا صار ما من طينتك ثاني، وكالة الزين تصرف لك بدل ندرة تفداك من تصرف الأشواق مجاني، تبغى تهز الخفوق وضيقت صدره، ناس تجود بثوب فلان وفلاني، أشواقهم ميتة وجيهم ودر. سلامتك. الله يسهلك. الله يبداك. الله وياك. حسين ما بتسمعنا غزل انت؟ لا انا ما عندي، انا بس مشاركه واحده. بعدين قالها علي ابو محمد ما عاد فيه، يعني انا ابغى اتشرف بس اني في حلقه واحده عديت ابو محمد موجود وخذت هذا الشرف. برد عليك يا ابو محمد. مرحبا الاهان، يعني صراحه ناموس مميز، يمكن حتى شفت اليوم اعلاني، يعني انا وصلت الاعلان 3 مراكز اولى، ويوم شفت الاسمان والرابطه والعماره
الشيخ سلطان وانجاله عزبه واحده وعزبه واحده وناموس واحد. فكان اعلان مميز بطريقه يعني تحاولت انه يكون اعلان واحد على طول انه ممثلك الثلاث مراكز الاولى انت مميز يا حسين. الله يطول عمرك ويسلمك. نبغي من كلمه ختام، الوقت يداهمنا ما شاء الله معاك. والله يا حسين الكلام وايد والوقت قليل، لكن نختصر نقول نشكر اللجنه المنظمه على اسهم معالي فارس خلف، يستاهل الشكر صراحه، ما هو في وجهه، لكن نشكره على تعاونه، هذا شيء ملموس. واكثر اغلب المشاركين يقولون الكلام هذا، نشكره ونشكر طال عمرك اللجان التحكيم ولجان التشبيه، ونشكر محمد معاذ المهيري وحمد الشامسي والربع كلهم، ونشكر اداره المهرجان كامله، اللي ذكرنا اسمه واللي ما ذكرنا اسمه نشكركم، وتشرفنا الليله عندكم، وان شاء الله ان نكون عندكم دوم ان شاء الله. لكن باكر لا، باكر ما عندنا مشاركه، اجازه باكر اجازه راحه، الله يحفظك. لكن ان شاء الله في الجايات امين. تشرفنا بلقاء الشاعر سعد بن جدران. لا يقول ترى قال عقب الاستوديو بروح عزبه الشيخ سلطان. الله يبارك. مرحبا تشرف. مرحبا مسألة بن جدران. الله يبارك. وابو نايف وابرك الساعات. الله يطول عمرك. شوفك البطل، انا اسميك نجم المزاينه صراحه. تستاهل ابو ساري. كلمه ختاميه. والله نحب نشكر كل من قام وساهم في المهرجان على نجاح المهرجان، سعادة فارس خلف، جميع من شارك متعاونين صحيح، واللي تعاونوا مع اللجنه يستاهلون، وانتم ما قصرتوا، واجبنا طعمك وبيض الله وجوهكم كل من. نحن بعد نمسي بالخير على راعي نزاعه وانه مثله يستاهل ابو سلطان الشيخ خليفه بن سلطان راعي نزاعه، ونقول ان شاء الله في انتظار انه مثله هني في المنصه ان شاء الله، ومعودنا دائما يحضر وفي الناموس. يستاهل ابو سلطان، يستاهل الطيب. ابو محمد انت بختم بك الحلقه ختام، خليني اخذ ابو نايف وارجع لك. طيب انت طعم الختام ومسك. طيب الله يحفظك يا محمد. يقول سياسه بعض الاعراب ما تبني الاوطان، خصوصا مغيبه الحقائق وهالحنه، تعبنا من التبرير والصبر والكتمان، وملت مسامعنا حكي كنتوا وكنا. يا مسلم معك مسلم، تعوذ من الشيطان، عسى الله يهديك وعسى الله لا يفتنا. حياة الشغب هذه كتاب بلا عنوان، متى ينطفي الجهل ومتى النور يوصلنا، نعادي كلام الحق ونكذب البرهان، ويكسب وداد قلوبنا من يجاملنا، ونقطع علاقتنا مع أصحابنا من شان زعل واحد منهم على واحد منا، ما غير نتعذر ما عرفنا من الغلطان، ونخطي ونبطي ما فهمنا ولا زلنا نرحل خطايا العالم النسيان، لكن تختفي منا وتظهرنا منا. عسى الله يعين الصبر يا معشر الأخوان، لكن نصبروا يمكن يروح التعب عنا، عليكم بحرب الجهل والرفق بالإنسان. بغينا نخليها طويلة وهون. صح الله يجزاك. صح الله يبدأ. صح الله يجزاك. الختام يا أبو محمد. يا ولد سلام بتي. أنا الصابي هو. نعم. اي نعم. ابو محمد نبغيك تتذكر احد. يا تاج الحسن. ايوه تاج الحسن. يا تاج الحسن يا عرش الملكوت. اوت. فاصحب المواصل ما تهيت. ايت. يفوت الفوت ولا تسمع الصوت، عدلت النفس من يمك وحيت. انا بموت. تدري ليش بموت؟ لاني شايف انك جدك ميت. صح الله يجزاك. صح الله يبيض الله وجهكم. مشاهدينا الاعزاء في هذه الاجواء المميزه وهذه الامسيه الرائعه بتواجد شاعرنا المبدع سعد بن جدران الكليبي والشاعر علي بن نايف الغامدي، والمميزين دائما بصراحه ونجوم هذه المزاينه الاخ العزيز عبد العزيز القحطاني وكيل عزبه سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان ممثل رئيس الدوله، والاخ العزيز المبدع ساري بن سيف بن ساري بن بلوش المزروعي وكيل عزبه الشيخ خليفه بن سلطان بن حمدان ال نهيان. هذه الحلقه المميزه وفعلا ختامها مسك مع ابو محمد شاعرنا المبدع. انا اشكر ضيوفي كلهم باسمه، اشكرهم على هذا التميز وهذا التواجد، وان شاء الله نلقاكم في حلقات جايه مميزه ان شاء الله من مهرجان الظفره. تابعونا، البرنامج مستمر، برنامج مزاينه مستمر، السوق الشعبي لا يفوتكم، فعاليات مميزه. قبل لا نختم نقول في امان الله، بينونه تراها إماراتية. امان الله.